هذه الملكية الدستورية كما يدعو كثير من الناس في بلاد الخليج وفي غيرها الملوك أن يكونوا دستوريين. وقد بادر ملك المغرب سبق الأحداث وكان عاقلا وتنازل عن كثير من سلطاته للحكومة. هذا ما ينبغي للعقلاء أن يفعلوه. أنا أنادي أهل البحرين سنيين وشيعيين أن يلتقوا ويتحاوروا، وقد دعا إلى ذلك ولي عهد البحرين، وأن يدخل العقلاء المهيجون. الخطر أن ينسب الشيعة أنفسهم إلى بلاد أخرى فيحملوا صورة الخامنئي وصورة نصر الله وصورة كذا وكأنهم ينتسبون إلى إيران ولا ينتسبون إلى البحرين. هم من أهل الخليج، فلماذا يخرجون عن الخليج؟ أما كلمتي إلى النظام المصري وعلى رأسه الرئيس حسني مبارك، فإني آسف أشد الأسف أن أرى هذا النظام أعمى لا يبصر، وأراه أصم لا يسمع، وأراه غبيا لا يفهم. من حوالي 80 سنة قال أمير الشعراء أحمد شوقي يخاطب الفرعون توت عنخ آمون حينما اكتشف قبره وما فيه من كنوز أذهلت العالم. قال شوقي لهذا الفرعون: زمان الفرد يا فرعون ولى، ودالت دولة المتجبرين، وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين. بهذا أنا أفتي الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي، من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. فهذا الرجل يريد أن يبيد الشعب، فأنا أحمي الشعب. أفتي من يستطيع منهم أن يطلق رصاصة ويريحنا من شره ويريح ليبيا وشعبها العظيم من شر هذا الرجل.